السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم راح نزوروا مكان يحمل أسرار من الحرب العالمية الثانية. راني في ألمانيا في مدينة صغيرة اسمها ميرتسيك ولا ميرتسيش، حدودية وقريبة لفرنسا وقريبة للوكسمبورغ. هذه المدينة فيها بونكر حصن باللغة العربية واسمه بيسرينغن بيفارك اللي يبغوا يشوفوه في جوجل مابس. هذا البونكر هو أحد التحصينات القليلة الباقية من خط زيغفريد الدفاعي اللي قرينا عليه في التاريخ. قبل ما ندخلوا البونكر خوتي، أنا لست بألماني ولا بفرنسي، وبغيت ندير نوماج للجزائريين اللي جندتهم فرنسا بالقوة. وأنا واقف هنا عند هذا البونكر ما على باليش كيفاش خممت في الجزائريين مساكين ذاك الوقت، 16 عام 17 عام 40 عام ما يهمش، جابوهم من الجزائر بالقوة يدافعوا على فرنسا. صراحة ماشي سهلة أنك من الجزائر تلقى روحك هنا في ألمانيا تدافع على قضية ماشي تاع كاع حرر فرنسا. الصفوف الأولى سواء الجزائريين توانسة والمغاربة حتى الإخوة الأفارقة لي سينيغالي، ماشي سهلة خوتي. هذا البونكر كاين جمعية قائمة عليه، والزيارة تفتح غير بنهار الحد في المساء بين الزوج و6 تحشير. ما تخلصش دراهم باش تدخل، ما تنجم تعطيهم ان دوناسيون. نروح نشوف معاه الا يخليني نصور ولا لا. Okay. Und dann ist erklärt, wie war der Raum ausgestattet, was ist darin passiert und so weiter. Ja? So, wenn ich fragen darf, Ja. darf ich ein paar Videos Ja, aufnehmen? für private Zwecke? Ja, super. kein Problem. Dankeschön. من هنا تبدا الزيارة لحصن شاهد على صراع أوروبي زلزل العالم وغير عقليات شعوب وخرائط عدة دول بما فيها ألمانيا. يكفي أنك تدخل وحدة من الغرف باش تحس بعظمة الهندسة العسكرية الألمانية. كل شيء هنا يحكي قصة الجنود اللي كانوا داخل هذا الحصن والتحديات اليومية اللي واجهوها. تم تصميم هذا الحصن باش يكون حصن صامد امام اي هجوم من قوات التحالف، وفيه 44 غرفه موزعه على 3 طوابق، وكانوا فيه تقريبا 85 الى 90 جندي الماني، وكانوا قادرين يقعدوا في هذا المكان لمده 30 يوم بدون الخروج. هذا البونكر بنواه بين سنه 1938 و 1939، التكلفة تاعها كانت تقريبا 1,300,000 مارك ذاك الوقت، دراهم كبار. استخدموا فيه 2800 متر مكعب من البيطون و200 طن من الفولاذ الحديد كما نقولوا في الجزائر. أمر خرافي، في عام واحد فقط بناو الحصن ومازال صامد ويشهد على الإتقان اللي تتميز به اليد العاملة الألمانية. هنا راني في الغرفة تاع الجنود، هذه هو راوم معناتها بيت الراحة. هنا الناس كانت تريح، ماشي بيت الراحه المرحاض في الجزائر، مي شومبرا اللي كانوا يرقدوا فيها الناس. هذا الماتيريال اللي راكم تشوفوا فيه اوتونتيك خوتي، هذا الماتيريال تاع الناس اللي كانوا هنا من قبل. هنا كاين غرفه واحده اخرى فيها ثاني 6 بلايص. وانا داخل هذه الغرفة جلست للحظة وبقيت نتخيل الأجواء كي كانت هنا في ذاك الوقت، مزيج من الخوف والأمان، الحزن والسعادة، التضامن والأنانية في بعض الأحيان، وما تعرفش واش قادر يصير بعد 5 دقائق، لأنه هذه حرب وكل شيء فيها ممكن. هذه غرفة الذخيرة، وكما راكم تشوفوا راها معمرة على الآخر بالقنابل اليدوية لي غروناد. هذه القنابل معروفة بشكلها وقاع شفناها في الأفلام الحربية اللي تروي قصص الحرب العالمية الثانية. تنويه خفيف الإخوة، إذا عندك الوقت شوف المسلسل الألماني المعروف بجينيريشن وور، ولا باللغة الألمانية Unsere Mütter unsere Väter، اللي يحكي ويروي حقيقة الجيش الألماني اللي اجتاح العالم واحتل فرنسا في 6 أسابيع، على عكس ما يروج له في الأفلام الغربية على أنهم كانوا جيش همجي قاتل ويهاجم بدون تكتيك وبدون خطة. الكوزينة، المطبخ مازال محافظين عليه بنفس الأواني المواعن اللي استخدموها المجندين في ذاك الوقت. خوتي هاد الأواني يفكروني بجدي وجداتي ربي يرحمهم. تاني اللي راك تشوف هاد الفيديو راك شايف نفس الأواني عند الأجداد ربي يرحمهم. وغرفة التخزين تستوعب مؤونة لمدة شهر كامل. هذه آخر غرفة نشوفوها، العيادة، وباش نصارحكم قلبي تزير، فيها ريحة خاصة، الرائحة اللي نشم فيها ما شميتها في أي غرفة تانية.
هاد الغرفة مازال فيها مكتب المسعف أو الطبيب آنذاك، وحتى البدلة تاعه مازال محافظين عليها. والشيء اللي يميزها عن باقي الجنود هو أنه الخوذة تاعه عليها شارة حمراء. شخصيا نشوف أنه الموت آنذاك كانت أرحم من أن تصاب ويتم إسعافك، لأن المعدات الطبية المستخدمة آنذاك مخيفة، وأكيد الطب وطرق التخدير ما كانتش متطورة كما وقتنا الحالي. أحسن هدية كانت تقدم للمصابين هي حقنة مورفين لتخفيف الآلام. كارثه اخوتي. حتى لهنا اخوتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بارك الله فيكم. ما تنساش تبارطاجيه مع اخوك ولا صاحبك اللي يبغي التاريخ ويقدر هذا المحتوى، وتابعوني لاكتشاف اماكن اخرى تحمل قصص تستاهل نحكوا عليها. سلام.